أكتر حاجة ممكن تضايقك لمّا بتتكلم مع واحد ألماني وعارف إنك مسلم، أول سؤال يسأله لك بتاكل لحم خنزير؟ تروح تقول له لأ، لو سألك ليه تقول له عشان حرام، يبص لك كده البصة اللي هو نَفْسه يعني يقول لك يا مسلم متطرف ومتشدد يا عدو الله يا كل حاجة. اخرس يا فاجر يا منحل يا سافل يا عدو الله. إنما بقى لو رديت عليه نفس الرد وقُلت له لأ عشان خاطر باعمل رياضة مثلًا أو باروح الgym أو والخنزير فيه دهون كتير وفيه مشاكل، مع إن هم نفسهم سبحان الله بيحصل لهم مشاكل كتير والدكاترة بتمنعهم من أكل الخنزير لإن فيه أمراض الدنيا، ربنا قال الكلام ده من مليون سنة بس ما حدش يصدق، يبص لك كده اللي هو إيه مبسوط يعني أنت راجل رياضي وبتحافظ على صحتك. نفس الحكاية بقى لو سألك على الكحول، لو سألك أنت ما بتشربش كحول؟ تقول له لأ ما باشربش كحول، يبص لك نفس البصة كده يقول لك يا متطرف يا متشدد عدو الله، ده كله في نفسه يعني بس أنت بتشوفها في نظرات عينيه، بعدها بشوية لو طلعت سيجارة تشربها يبص لك كده يقول لك بتشرب سجاير؟ تقول له باشرب سجاير، يقول لك بس السجاير مضرة بالصحة، أساسًا أنت كنت بتعزم عليّا بلبن نيدو من شوية يا ابن الجزمة.